بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أجمل متابعين في الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. أنا أم مصطفى ودي قناتي مطبخ وصفات وأصناف. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض البطاطا الحلوة بالبشاميل بطريقة جميلة جدا جدا. وهنعمل صينية البطاطا الحلوة ديت بطريقة سهلة جدا وأي حد يعملها. تعالوا كده ندخل الفيديو بتاعنا ونسمي ونصلي على رسول الله. بما إننا بقى في موسم الصيف قلنا نعمل مع بعض البطاطا. طبعا البطاطا كتير ومتوفرة. انا عندي هنا كيلو بطاطا سلقته وقشرته وهرسته زي ما حضراتكم شايفينه كده، او اسلقيه قشريه واسلقيه عادي براحتك خالص. وكمان كنت مزوداه معلقتين من السكر في السلق بتاعه. هرستها وضفت عليها معلقتين من السمنه البلدي زي ما حضراتكم شايفين ومعلقه من الفانيليا. وكمان ضفت عليها كوبايه جوز هند على زبيب اي. وقلبتها كويس زي ما حضراتكم شايفين كده، ما خدتش معايا وقت خالص. وعندي هنا بقى طبق من القشطة. طبعا كنت عندي اللبن مجمعة وش اللبن عاملاها ليه، واللبن عندي ما شاء الله كان عامل دسم عالي. فكان عامل معايا قشطة. فقلت بقى استغلها في ايه، في موضوع الجلاش. كريمة الجلاش، الكريمة بتاعة البطاطا في البشاميل. البشاميلات الحلوة كمان جميلة جدا جدا زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا زي ما حضراتكم شايفين ضفت كده المكسرات وقلبتها كويس وضفت القشطة زي ما قلت لحضراتكم قبل كده. معلش انا اسفة المقطع اتعاد معايا. بس ما اكتشفتش الا وانا بسجل. طبعا القشطة دي انا بشيل القشطة من على وش اللبن الحليب بعد ما بغليه وبيته في التلاجة ليلة. بعمل بيه بقى بدخله في الحلويات والحاجات الجميلة اللي بنعملها في البيت دي. جبت هنا بقى حلة كده على النار وحطيت فيها كوباية سكر اكرملها. هسيبها بقى تتكرمل وبعدين نعمل ايه، نولع عين تانية. على عين تانية جبت حلة وحطيت فيها لبن. هوري لحضراتكم دلوقتي. طبعا سبت السكر يتكرمل على نار هادية براحته كده عشان ما اقلبش فيه. وجبت هنا كوبايتين من اللبن ونص كوباية من السكر ونص كوباية من النشا على البارد. في الوقت اللي انا بعمل فيه ده كده ما كنتش ولعت البوتاجاز، دوبتها كويس جدا وبعدين ولعت البوتاجاز وايدي فيها لحد ما راحت كريمي. طبعا السكر بتاعنا الكراميل اللي بعد ما داب ما ضفتش عليه اي حاجه غير ان انا ضفت عليه البطاطا وسبتها بقى كده ايه، قلبتها على نار هاديه ما جمدتش ولا اي حاجه زي ما حضراتكم شايفين كده. بسيبها بقى كده لحد ما القوام تجانس مع بعضه. وطبعا الكراميل فك مع البطاطا لان البطاطا كان فيها سوائل طبعا زي ما حضراتكم شايفين. وعلى النار بقى طبعا كنت حاطه بقى ايه، ولعت النار على القشطه بتاعتنا اللي هنعمل بها البطاطا اللي هي الكاستر او زي ما قلت لحضراتكم. طبعا دهنت الصينيه زي ما انتم شايفين كده. وهبدا بقى ان شاء الله انزل ايه على البطاطا بتاعتي في الصينيه. طبعا بالطريقه دي مغذيه جدا لاولادنا وحلوه جدا وكمان لذيذه. اعمليها بقى انت بالطريقه اللي تعجبك. انا بس ايه بعطيكم افكار جميله للبطاطا. وانت اعملي براحتك في بيتك. كل واحده فينا بتعمل اجمل حاجه لاولادها واكيد عندكم افكار اجمل من افكاري. واكيد برضو كلكم ستات بيوت شاطرين. ربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا يا رب. وكمان بتمنى ما تكونش ضيفه تقيله عليكم. وكده بقى انا فردت البطاطا في الصينيه كويس زي ما حضراتكم شايفين. هجيب بقى القشطه الكدابه اللي انا عملتها
وهافردها على الوش. طبعًا بقى ضِفت بقية القشطة بتاعتي البلدي اللي كانت وش اللبن على القشطة الكدّابة دي علشان تدّيها طعم وقوام جميل، وبدأت أفردها كده. طبعًا هي تماسكت معايا ودي كانت غلطة منّي. أنتِ بقى ممكن تخلّيها سايبة شوية وتصُبّيها أو بقُمع أو كيس. الفكرة دي ما كانتش على بالي لإنّي كنت مستعجلة بصراحة. بقُمع وحضرتِك تفرديها بالقُمع، ترسميها كده بالقُمع زي الكريم شانتيه على وش البطاطا، هتدّيكِ شكل حلو جدًا وهتدّيكِ منظر جمالي جميل. أنا دايمًا باقول على الحاجات اللي بتقابلني بصعوبة، فدايمًا باعرفها بعد ما باعملها، بالتالي باقول لحضراتكم على الأخطاء اللي بتقابلني وأنا باعملها، وربنا يحسن ما بين أيدينا وأيديكم جميعًا يا رب.